لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق أندر كفر نت، تطبيق محمله 50,000 مستخدم، تطبيق لسه جديد. هو عبارة عن VPN، بس يعني مغير اسمه شوية. طبعا اللي معرفش وظيفة ال VPN، فال VPN هو مفتاحك لفك الحظر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل دولة من الدول عاملة حظر معين على مجموعة من المواقع والتطبيقات على مستوى الدولة ديت. لو انت حبيت تفتح اي موقع من المواقع دي وانت داخل الدولة ديت مش هتعرف تفتحه خالص. لكن لو شغلت ال VPN، فال VPN بيغير ال IP address بتاعك، بينقلك من دولة لدولة تانية وانت قاعد في نفس المكان. طبعا ده بيساعدك في ايه؟ بيساعدك ان انت تفك الحظر اللي معمول عليك في الدولة اللي انت فيها. بمجرد ما تفتح ال VPN هيفتح معاك نت في الدولة، او يفتح معاك نت في دولة تانية، فيخلي الحظر اللي موجود عليك يتفك. كمان بيساعدك في ان هو يغير ال IP address بتاعك، وده بيساعدك ان انت لو حد يعني بيحاول يوصلك، بيحاول يتتبع سجلاتك على الانترنت، استخدامك للانترنت، مش بيعرف يوصلك لان انت مغير الاي بي ادرس بتاعك، انت مش فاتح اساسا في الدولة دي. كمان لو حد عايز يخترقك عن طريق الواي فاي وشبكة مخترقة، فالموضوع ده بمنتهى السهولة تتخلص منه، لمجرد ان انت فاتح VPN. كمان الناس محبين الالعاب ومحبين التحميلات، ممكن تبقى عايز تحمل محتوى، تبقى عايز تتصفح موقع أو سايت والدولة اللي انت فيها معمول عليها حظر في الموقع دوت أو السايت دوت أو التحميل دوت. بمجرد ما تفتح ال VPN في دولة تانية، فانت عديت الحظر وفكيته خلاص من عن نفسك. تقدر تتصفح الموقع اللي انت عايزه، وتقدر تحمل المحتوى اللي انت عايزه بمنتهى السهولة بدون أي قيود. طبعا ال VPN مش كله بيبقى سريع، في VPN بيشتغل معاك وبيبقى بطيء بس يعني مشغل معاك الدنيا، خصوصا لو انت محتاج تفتح المواقع ديت وكده. فالتطبيق دوت تقييماته كويسة جدا، الناس اللي استخدمته. هو مشكلته الوحيدة ان هو محدد لك الوقت، بيديك وقت معين عشان تفتح موقع او تفتح سايت او اي حاجة. طبعا في ناس بتبقى نفسها تلعب في لعبة معينة، وللأسف الشديد مش عارفة تلعبها لأن اللعبة مكتوب عليها غير متاحة ببلدك. مجرد ما تفتح ال VPN تقدر تحمل اللعبة. كمان في ناس بتسافر برا مصر، بتروح الصين مثلا. الصين دلوقتي بقت يعني قارة لوحدها، فلما بيروحوا الصين بيلاقوا الفيسبوك مقفول، الواتساب مقفول، اليوتيوب مقفول، اكس، تطبيقات كتيرة أمريكية مقفولة. وده لأن الصين عاملة حظر على التطبيقات الأمريكية. مجرد ما تشغل ال VPN بتاعك وانت داخل الصين، هتشغل كل التطبيقات دي بمنتهى السهولة. التطبيق ده تقييماته كويسة وأداؤه كويس. لو في أي حد بيستخدمه من أي دولة والأداء بتاع التطبيق مش كويس، يكتب لنا في الكومنتات وأنا هثبت التعليق بتاعه عشان الكل يستفيد من خبرته ومن رأيه في التطبيق. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو مكنتش أعرف التطبيق قبل كده، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان أقولك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.